السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل التومية. هنجيب 5 فصوص توم وكوباية زيت صغيرة ومعلقة ونص خل، يعني ما تزودوش في الخل عشان ما تبقاش لازعة معاكم، ومعلقة كبيرة من المايونيز هنحطها في الخلاط وهنضربهم كلهم مع بعض، وملح، معلقة ملح صغيرة. طبعا لو عايزة ملح ممكن تضيفوا الملح بعد كده، مش مشكلة يعني. وهنضربهم كويس في الخلاط لحد ما الثوم يتفرم خالص مع المايونيز والخل والزيت. بعد كده نحط كوباية لبن، نفس كمية اللبن هي نفس كمية كوباية الزيت، يعني نفس المقدار واحد. وهنجيب كوباية مية ونحط عليهم معلقتين نشا وهندوبهم الاول وهم باردين بالشكل ده. وبعد كده هنولع عليهم النار وهنفضل نقلي فيها لحد ما يبقوا عاملين زي المهلبية كده بالشكل ده، علشان تدينا القوام اللي هو التقيل بتاعها. شايفين الشكل؟ كأنها شكلها شبه المهلبية بالظبط. بعد كده هنحطها بعد ما تبرد، هنسيبها تبرد وبعد كده نحطها على الخليط اللي احنا كنا ضاربينه. لازم تبرد يا جماعة علشان خاطر الخلاط ما يتأثرش بالسخونية بتاعتها بتاعت النشا. وهنضربها كويس تاني. والملح حسب رغبتكم، عايزين تزودوا الملح زودوا، عايزين تزودوا الخل ممكن تزودوا شوية عشان لو عايزينها لذعة ولا حاجة او حاجة، يعني تبقى زي ما انتوا بتحبوها يعني. فانا بحبها بمعلقة ونص، بتبقى مظبوطة قوي. وده خلاص كده ضربناها تاني في الخلاط. بعد ما ضربناها هنحطها، شايفين القوام بتاعها لا خفيف ولا تقيل. ارائكم وكومنتاتكم يا رب تعجبكم، وبالهنا والشفا. مطبخ نهلة. باي باي.